بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكيف تقوم الحجة بهذا الدين على الذين لا ينطقون بلغة العرب ولا يعرفون الإعجاز البلاغي في هذا الزمان؟ هل يجب عليهم أن يتعلموا اللغة العربية ويتقنوا علومها، أم أن الله سبحانه وتعالى قد رحمهم ورحم الأجيال كلها، فأقام من الأدلة ما يكفي للبشرية كلها على اختلاف أجناسها ولغاتها وأزمنتها وعصورها؟ معنا في هذه الحلقة البروفيسور بالمر. البروفيسور بالمر من أشهر علماء الجيولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. كان رئيس اللجنة التي أشرفت على الاحتفال المئوي للجمعية الجيولوجية الأمريكية. عندما التقينا معه وعرضنا له أوجه الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، كان يندهش. وأذكر قصة لطيفة بدأت معه عندما قلنا له إن القرآن يذكر أخفض منطقة في الأرض، ويبين أنها قرب بيت المقدس حيث دارت المعركة بين الفرس والروم، كما جاء إلى ذلك الإشارة في قوله تعالى: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وأدنى تأتي بمعنى أقرب وتأتي بمعنى أخفض، والمفسرون رضوان الله عليهم ذهبوا إلى معنى أدنى الأرض أي أقرب الأرض إلى جزيرة العرب. ولكن المعنى الثاني أيضا مقصود، وهكذا القرآن الكريم اللفظ الواحد يحمل المعاني الكثيرة، كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: أوتيت جوامع الكلم. وعندما درسنا أخفض منطقة في الأرض وجدنا أنها هي نفس المنطقة التي دارت فيها المعارك، غلبت الروم في أدنى الأرض. فلما قلنا هذا للبروفيسور بالمر قال: لا، مناطق كثيرة هي أخفض من هذه المنطقة، وأخذ يذكر لنا مناطق في أوروبا ومناطق في أمريكا. وقلنا له: يا دكتور، نحن قد تأكدنا من ذلك. فكان معه مصور جغرافي مجسم فيه الارتفاعات والانخفاضات. قال: إذن الأمر بسيط، هذا هو المجسم يبين لنا أخفض منطقة. فأدار الكرة الأرضية بيده المجسم هذا ووجه نظره على المنطقة المحددة وهي حول بيت المقدس، فإذا به يرى سهما قد خرج من تلك الخريطة مكتوب عليه: أخفض منطقة على وجه الأرض. ثم بعد ذلك تحول بسرعة وقال: هذا كلام صحيح. ثم أخذ يشرح كما نرى الآن وهو يتكلم في الخريطة، ويقول عن هذه المنطقة إنها أخفض منطقة في الأرض. And this actually says right here the world's lowest point. You could read that. Right at Dead Sea. لقد اندهش البروفيسور بالمر عندما وجد القرآن يصف الماضي. كيف بدأ خلق الأرض؟ كيف بدأ خلق السماء؟ كيف خرجت المياه من باطن الأرض؟ كيف أرسيت الجبال؟ كيف خرجت النباتات؟ كيف حدثت هذه الأحداث؟ ثم كيف يصف سطح الأرض اليوم، ويصف الجبال، ويصف ما عليها من ظواهر. ثم
يصف الأحوال التي تمر بها الأرض كما حدث بالنسبة لجزيرة العرب، بل ويصف ما سيكون عليه حال بلاد العرب وما سيكون عليه حال الأرض. فقال هذا كتاب عجيب يصف لنا الماضي ويصف لنا الحاضر ويصف لنا المستقبل. ولكنه كغيره من العلماء يقفون مترددين في أول الأمر، ثم بعد ذلك يعلنون ما يعتقدون. ولقد قدم بحثا في القاهرة حول الإعجاز في مجال علم الجيولوجيا، ثم ختم تصريحه، ختم بحثه هذا بقوله: أنا لا أعلم المستوى الثقافي الذي كان عليه الناس في زمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أدري في أي مستوى علمي كانوا. فإذا كان الأمر كما نعرف عن أحوال الأولين والمستوى العلمي المتواضع الذي ليس فيه هذه الإمكانيات، فلا شك أن هذا العلم الذي نقرأه الآن في القرآن هو نور من العلم الإلهي قد أوحي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فهو ذا ينهي بحثه بهذا التصريح. We need research into the history of early Middle Eastern oral traditions to know whether, in fact, such historical events have been reported. If there is no such record, it strengthens the belief that God transmitted through Muhammad bits of his knowledge that we have only discovered for ourselves in recent times. We look forward to continuing dialogue on the topic of science and the Quran in the context of geology. Thank you very much. نعم، هذا علم من أعلام الجيولوجيا في عالمنا المعاصر في الولايات المتحدة الأمريكية. لا يتردد في أن يعترف ويقدم ويبين، ولكنه بحاجة إلى من يوضح له الحقيقة. لقد عاش الغربيون وكذلك الشرقيون معركة بين الدين والعلم، وكان لابد أن تحدث هذه المعركة، لأن كل الأديان قد حرفت، وما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالإسلام إلا لتصحيح ما أفسد هؤلاء. سيتساءل متسائل ويقول: وكيف سيقبل منا هؤلاء الناس ونحن في تخلف ونحن في بعد عن ديننا؟ أقول: إن العلم يفتح بصائر أهله، إنهم ينظرون إلى الحقائق ولا ينظرون إلى الصور. إن رصيد الإسلام اليوم هو هذا العلم والتقدم العلمي، فإن هذا العلم يحني رأسه إجلالا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الفطرة التي فطر الله الناس عليها لا تطمئن إلا مع الإيمان. إن الناس بدون إيمان في قلق وضياع. ثم هذه الحرية التي يتمتع بها أهل الغرب إنها تعين علماءهم على أن يقولوا الكلمة التي يعتقدونها، وهم لا يبالون ولا يحسبون حسابا. وها هم كما سمعناهم في كثير من هذه الحلقات يقررون ويعترفون بمعجزة هذا الزمان، المعجزة الحية المتجددة إلى قيام الساعة.